السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سؤال حلقتنا النهاردة: إزاي نغتنم أعمارنا؟ طبعا الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة العمر والوقت اللي ساعات بنضيعه من غير ما نحس إن دي أمانة كبيرة في رقبتنا. ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عنها يوم القيامة، هيسألنا إزاي قضيناها وإزاي استغلنا عمرنا. بصوا يا جماعة، العمر مش مجرد سنين بتمر ولا شهور بتعدي وخلاص. عمرك ده هو حياتك، هو راس مالك اللي انت ماشي بيه في الدنيا علشان توصل لآخرتك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني في ناس كتير جدا بتخسر لأنها مش مقدرة النعمتين دول، وهما الصحة والوقت. طيب انتوا عارفين ايه المشكلة؟ المشكلة اننا دايما فاكرين ان العمر طويل وان لسه في وقت قدامنا، هنصلي ونقرب من ربنا ونتوب ونحفظ قرآن ونعمل خير. لكن فجأة العمر بيجري وتلاقي نفسك كده كبرت ولسه ما عملتش اي حاجة، لسه معلق قلبك بحاجات تافهة صغيرة بتسرق قلبك وعقلك من غير ما تحس. تلاقي عمرك كده كله راح في لهو ولعب وسوشيال ميديا وافلام وقعدة على الفاضي. وقت الصلاة بيضيع من غير اي اهتمام، مع ان كل دقيقة من عمرك ممكن تبني لك قصر في الجنة، او تحط ليك نور في قبرك. وده طبعا بالذكر. الصحابة والتابعين كانوا فاهمين قيمة العمر كويس قوي. شوفوا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان بيقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. يعني كان بيعتبر أي يوم بيعدي من غير طاعة خسارة كبيرة قوي ليه. تخيل لو احنا كل يوم نصحى الصبح عندنا نفس الإحساس ده، إن اليوم ده مش هيتكرر، وإنه ممكن يكون آخر يوم ليا في الدنيا. ساعتها أكيد هنستغله أحسن استغلال. بصوا يا جماعة، العمر مش مضمون ولا لحظة حتى منه. محدش فينا ضامن يعيش حتى لبكرة ولا لساعة ولا ل10 دقايق بعد شوية. دي الحقيقة اللي احنا ساعات بنهرب منها، بنهرب من الموت. الموت ممكن يجي في أي وقت، وده طبعا مش كلام إحباط، دي أعظم دافع يخليك تستغل حياتك قبل ما يجي يوم تتمنى ترجع فيه، لكن هيكون خلاص العمر انتهى ومفيش رجوع. طيب يا جماعة، ازاي نغتنم عمرنا؟ اول حاجة نحافظ على الفرائض. الصلاة في وقتها هي اللي بتنظم عمرك، زي ما بتعمل تايم لاين كده ليومك، تبدأ بالصلاة وتنتهي بالصلاة، وتخلي حياتك كلها مرتبطة بالله عز وجل. تاني حاجة الذكر والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. دي حاجات بسيطة جدا بس مفعولها سبحان الله عظيم. حاجات هتخلي قلبك ورزقك واخرتك مفعولها بجد غاية في الروعة. تالت حاجة قراءة القرآن، ختمة بانتظام حتى لو صفحة في اليوم، المهم يكون ليك ورد ثابت، لأن القرآن هو اللي هينور حياتك ويقوي قلبك. كمان من استغلال العمر إنك تعمل خير للناس، تساعد محتاج، تفرج كرب عن مهموم، تبتسم في وش حد مهموم، تدعي لغيرك، صدقة جارية، علم تنتفع بيه الناس. في حاجات صغيرة جدا لكن بتبقى أثرها عظيم. في حاجات بتبقى صغيرة لكن ممكن تعمل لك جبال من حسنات، ودي الحاجات اللي فعلا بتفضل بعد ما بنمشي من الدنيا. خلي عندك دايما أهداف كبيرة لآخرتك زي ما عندك أهداف للدنيا. يعني زي ما بتقول أنا نفسي أسافر، نفسي أبني، نفسي أحقق كذا، قول برضه أنا نفسي أختم القرآن كل سنة، نفسي يكون ليا صدقة جارية بعد ما أموت، نفسي أحفظ حديث كل أسبوع، نفسي أصلي ركعتين قيام ليل. ابدأ بالأهداف الصغيرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيبارك وبيفتح لك كل الأبواب. عارفين ايه كمان اللي بيضيع العمر؟ التسويف يا جماعة. كلمة لسه دايما بتتقال طول العمر. يعني لسه هبطل ذنب، لسه هصلي، لسه هقوم الليل، لسه هتحجب، هتوب، لسه لحد ما العمر يخلص ومفيش فرصة. فلو انت نفسك تبدأ بحاجة ابدأ دلوقتي حالا، ما تستناش اللحظة المناسبة. اللحظة المناسبة هي دي دلوقتي. العمر مش بس في الطاعات المباشرة، لكن حتى في نيتك. انت لو نيتك في شغلك انك تكفي نفسك واهلك بالحلال تبقى في عبادة. لو نيتك في مذاكرتك انك ترفع الجهل عن نفسك وتخدم دينك تبقى في عبادة. لو نيتك في لعبك ورياضتك انك تقوي جسدك عشان تعبد ربنا صح تبقى برضه في عبادة. يعني عمر المسلم كله ممكن يكون عبادة لو عرف يستحضر النية. خليني أقول لكم على حاجة مهمة جدا: العمر بيتقسم ل3 مراحل: طفولة وشباب وكبر.
كل مرحلة ليها ميزانيتها عند ربنا، بس اخطر مرحلة طبعا هي الشباب، لانها مرحلة الشهوة والانشغال. ومع ذلك ربنا وعد الشاب اللي بيحافظ على طاعة ربنا انه بيكون من السبعة اللي ربنا بيظلهم في ظله يوم لا ظل يوم الا ظل يوم القيامة. فيا بخت الشباب اللي عرف يستغل عمره وما يضيعهوش في الحرام. لازم نفتكر ان في يوم قيامة اول سؤالين بعد الايمان بالله عن عمرك فيما افنيته وعن شبابك فيما ابليته. تخيلوا يعني اول ما نقف قدام ربنا هنسأل عن عمرنا وشبابنا ازاي قضيناه. ده معناه ان العمر راس المال الحقيقي اللي لازم نصونه. شكرا جدا على حسن استماعكم. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تدوسوا لايك واشتراك، ولو استفدتوا باي معلومة يا ريت تفيدوا غيركم. شكرا جدا على حسن استماعكم. صلوا على من امرتم بالصلاة عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.